يوم 30 أكتوبر يعتبر يوم تاريخي، مش علشان كان فيه أول بث تلفزيوني في بريطانيا سنة 1928، لا إطلاقا. اليوم ده تاريخي لأن اليوم ده كان شاهد على ميلاد 3 نجوم من لعبة كرة القدم، نجمين في مصر هنا ونجم عالمي تاريخي في الأرجنتين. في مصر هنا كنا على الميعاد زي النهاردة كده من 71 سنة، يوم السبت 4 ربيع أول 1374 الموافق 30 أكتوبر 1954. كنا على ميعاد مع ميلاد النجم الكبير، واحد من النجوم التاريخيين للنادي الأهلي من 1907 لحد وقتنا الحالي، وهو النجم محمود إبراهيم الخطيب الكابتن بيبو. زي النهارده كده من 71 سنة كان يوم ميلاده، وبرضه كان يعني من 41 سنة زي النهارده يوم الثلاث 6 صفر 1406 الموافق 30 أكتوبر 1984. كنا على الميعاد مع ميلاد واحد من النجوم اللي ظهروا، وظهورهم ما كانش كتير قوي ولكن كان ظهوره مميز في تاريخ الكرة المصرية، وهو النجم محمد ناجي اسماعيل الكابتن محمد ناجي جده. كان عيد ميلاده كان زي النهارده كده من 41 سنة. لكن نفضل النهارده يوم 30 أكتوبر مع ميلاد نجم عالمي وتاريخي واستثنائي في لعبة كرة القدم. كان ميلاده زي النهارده كده من 65 سنة في مدينة لانوس الأرجنتينية. زي النهارده كده يوم الحد 30 أكتوبر 1960 كنا على الميعاد مع ميلاد النجم الكبير دييجو أرماندو مارادونا. زي النهارده كده من 65 سنة. يوم 30 أكتوبر هيفضل يوم تاريخي للنادي الأهلي وللكرة المصرية لميلاد النجم محمود الخطيب والنجم محمد ناجي جده، وهيفضل يوم تاريخي واستثنائي لميلاد النجم العالمي الكبير دييجو أرماندو مارادونا.